أهلا بيكم. عايز تبدأ بيزنس جديد؟ في الفيديو ده هقولك على 26 نصيحة أو قاعدة كنت أتمنى إن حد يقولهم لي قبل ما أبدأ البيزنس بتاعي، واكتسبتهم أو الخبرات والنصايح دي اكتسبتها من خلال خبرتي في البيزنس، فهشاركها معاكم النهاردة. فركز معايا جدا وقول لي إيه أكتر حكمة أو إيه أكتر نصيحة عجبتك. رقم واحد: أسس القاعدة القانونية صح، اللي هي الأوراق. الشؤون القانونية والحاجات دي مهمة جدا. رقم اتنين: ما تدخلش معاك شريك الا لو مضطر جدا، ودقق جدا في الاختيار ده في حالة وجود شريك، وحددوا دور كل شريك بدقة واكتبوا ده. رقم ثلاثة: قلل مصاريفك جدا بقدر الامكان الا في التسويق. رقم أربعة: في التسويق بقى لازم تكون عارف كويس بتصرف فين وليه ونتيجته المتوقعة ايه، واعمل حملات تسويقية اختبارية مرة واتنين قبل ما تصرف كتير، لانك ممكن تصرف كتير غلط وتتسوح. قاعدة رقم خمسة: اختار موظفين بكفاءة عالية وعاملهم بشكل لائق وقدرهم عشان تلاقي منهم نتائج كويسة. قاعدة رقم ستة: قاعدة ما خاب من استشار وادي العيش لخبازه. طبقها في كل حاجة: الحسابات، الشؤون القانونية، الضرائب، التسويق، المبيعات، كل حاجة بقدر الإمكان. دي حاجة مهمة جدا، قاعدة ادي العيش لخبازه. رقم سبعة: اتعلم. مش حاجة حلوة انك تدي العيش لخبازه وانت ما عندكش فكرة هو بيتعمل ازاي. لازم تبقى عندك الأساسيات على الأقل في كل المجالات المتعلقة من قريب أو بعيد بشغلك، ده غير طبعا احتراف شغلك نفسه. أما القاعدة بقى رقم 8 فهي الاحترام والتواضع. احترم الكل: العملاء، العاملين، المنافسين، المستشارين، موظفين الجهات اللي بتتعامل معاها. احترم الكل وخليك متواضع. التواضع طبعا مش معناه الضعف، إنما التواضع بيخليك تقبل التعلم حتى من اللي تشوف إن هو أقل منك. فدي نقطة مهمة جدا. قاعدة رقم 9: بلاش الاحتفال المبكر. يعني لو نجحت في الأول بلاش تفرح زيادة. طبعا مفيش مانع من التفاؤل والفرح، بس ما تنساش ان احيانا النجاح بيكون معلم فاشل، والفشل احيانا بيكون خير معلم. اما القاعدة رقم 10 هي الصبر. ما تستعجلش على النتائج، الوقت بيعمل حاجات كتير قوي. رقم 11 رقم 11: تفاءل بحذر. ابعد عن التشاؤم والمتشائمين واصحاب الطاقة السلبية والحقودين، واعرف ان مش كل اللي بينصحك بيكون فعلا بيقدم لك نصيحة، سواء بحسن نية او بسوء نية، ومش كل اللي بينتقدك اكيد بيكون وحش. قاعدة رقم 12: قرب من ربنا واعرف التوكل عليه صح، واتق الله في كل خطوة بقدر الامكان. وطبعا طلع صدقة او حدد نسبة معينة من كل فلوس تجيلك لله، دي اسمها التجارة مع الله. القاعدة رقم 13: فرق بين السعي والنتيجة. ممكن ناس تسعى وما تلاقيش نتيجة، وناس تانية بدون سعي كبير تلاقي نتيجة كبيرة. كده كده السعي عند ربنا هتتكافئ عليه حتى لو مفيش نتيجة، بس اتأكد انك بتسعى في الاتجاه الصح. وكمان مش شرط ان ربنا يرزقك، ودي نقطة مهمة جدا، مش شرط ان ربنا يرزقك في نفس الاتجاه اللي بتسعى فيه. ممكن تسعى في حتة وربنا يرزقك في حتة تانية خالص. كمثال السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل سعت بين الصفا والمروة 7 مرات، ورزقها جه فين؟ جه تحت رجل سيدنا إسماعيل. هل كده سعيها كان بدون نتيجة لأنها لم ترزق في نفس المكان اللي سعت فيه؟ طبعا لا. رقم 14: اجتهد وابذل ما في وسعك، اعمل اللي تقدر عليه. الموضوع ممكن ما يكونش سهل، ولو كان الأمر سهلا لفعله الجميع. واستغل الأدوات المتاحة معاك. أما بقى بالنسبة للقاعدة رقم 15 فيهتم بالمظاهر بدون بهرجة. المظاهر مهمة جدا، ومهمة في بعض المجالات أكتر من مجالات أخرى، بس ما تصرفش بشكل مبالغ فيه على المظاهر. قاعدة رقم 16: طور شغلك باستمرار حتى لو شغال بنظام ناجح، وحاول تستخدم التكنولوجيا كلما أمكن. دايما خليك في حالة تطوير مستمر. قاعدة رقم 17: حاول دايما تشتري ما تبيعش. اسمع اكتر ما تتكلم، ده بوجه عام في الحياة وفي البيزنس اكتر بوجه خاص. القاعدة رقم 18: حاول كل ما تقدر تعمل تفويض. يعني ما تعملش كل حاجة بنفسك، حاول تفرغ نفسك بقدر الامكان
للحاجات اللي ما ينفعش غيرك يعملها، انما الاعمال الروتينيه اللي بتاخد وقت هات موظفين يعملوها، ما تعملش كل حاجه بنفسك. قاعده رقم 19، خليك حريص وواعي، خلي قراراتك وردودك وردود افعالك دايما مدروسه. احيانا بيكون في اخطاء قاتله وقرارات مصيريه، وبمجرد ما تفتح بيزنس بتلاقي ناس كتير ومنافسين مستعدين ينقضوا عليك في اقرب فرصه. انت مش في الجنه، احيانا بتكون اسوأ من الغابه. قاعده رقم 20، اعمل خطه، حتى لو مش هتمشي عليها بدقه بس حاول وعدلها مع الوقت، على الاقل هتعرفك انت فين ورايح على فين. أما بالنسبة للقاعدة رقم 21، حاول دايما تكون نشيط وتبدأ شغلك بدري، البركة في البكور. قاعدة رقم 22، مش محتاج أقول لك خليك أمين وحافظ على سمعتك وكلمتك ووعودك، الثقة مهمة جدا في البيزنس. رقم 23، ما تخليش شغلك يطغى على حياتك أو العكس، وحاول تفصل بين العلاقات الشخصية وعلاقات البيزنس. الشغل شغل، واعطي كل ذي حق حقه، ادي للناس حقوقها. قاعدة رقم 24، ما تخترعش العجلة، يعني لما يكون عندك مشكلة مثلا وتبدأ تفكر في حلول، ابحث الأول، عندك النت مثلا أو المستشارين، وقبل ما تفكر تطرح منتج على سبيل المثال تعتقد إن هو جديد، دور الأول، غالبا هتلاقي الفكرة مطبقة بشكل أو بآخر. ابدأ من حيث انتهى الآخرين، مش من حيث انتهى علمك أنت. القاعدة رقم 25 ودي مهمة جدا هي اكتب. اكتب الاتفاقات بينك وبين الآخرين، واحتفظ بنسخة ليك ونسخة للطرف الآخر. ما تعتمدش على الذاكرة، وما تنساش إن أسوأ خط أفضل من أفضل ذاكرة، والاتفاقات المكتوبة بتحميك من النسيان أو التفسير حسب الآراء والمصالح. حتى لو اتفاق من غير عقد، ابعت إيميل، إن شاء الله رسالة واتساب بتفاصيل الاتفاق تعرف ترجع لها وقت الحاجة. اما القاعده رقم 26 والاخيره ودي انا بحبها جدا، خليك سفنجه ناشفه. سفنجه ناشفه، تشرب بس ما تتعصرش، تتقبل الصدمات بس ما تتكسرش، وخليك حليم وصبور وهادي، ومش كل حاجه ترد عليها في ساعتها، احيانا الرد بعد فتره بيكون اقوى، وافضل وجبات الانتقام تقدم بارده. دول ال 26 نصيحة اللي أنا حبيت أقولهم لحضراتكم النهاردة، واللي أنا يعني شفت قد إيه أهميتهم في البيزنس. فعشان كده يعني حاولوا تطبقوهم وتراجعوهم مع الوقت وأنتوا بتبدأوا البيزنس بتاعكم أو في بداية البيزنس بتاعكم. وطبيعي وأنت شغال بعد كده في شركتك أو في البيزنس بتاعك هتقابل حاجات تانية أكتر وخبرات أكتر، بس الحاجات دي هتكون مهمة جدا وهتحميك من مشاكل كتيرة جدا لا قدر الله ممكن تتعرض لها. بشكركم شكرا جزيلا، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتكم في النصايح دي، واذا عجبكم الفيديو شاركوه مع اصحابكم، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.